عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة ب10 أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما فأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام. وفي رواية: هو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، ولأن أكون قبلت ثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني فقبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم نبي الله داود عليه السلام، فإنه كان أعبد الناس وأقرأ القرآن في كل شهر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرئه في كل 20. فاقرأه في كل 20. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك. فشددت فشدد علي. وقال للنبي الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري، لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال للنبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا. وفي رواية: لا صام من صام الأبد 3. وفي رواية: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى. وفي رواية قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها، فتقول له: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألقني به. فلقيته بعد ذلك فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟
قلت كل ليلة، وذكر نحو ما سبق. وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهة أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات صحيحة، معظمها في الصحيحين، وقليل منها في أحدهما. يعني نحن لو نصوم يوم الاثنين والخميس ممكن ممتاز هذا يعني في الأسبوع لو نصوم يومين يعني نعود أنفسنا. يعني الإمام النووي كان يأكل فقط وقت الظهر كل يوم، أكله مرة واحدة بالظهر خلاص اليوم الثاني يعني. لكن هذا يحتاج إلى جهد، لكن يمكن صيام الاثنين والخميس يعني ممكن نتعود عليه، والجسم يبقى في راحة كاملة يعني، والطاقة والأمراض، لأن الجسم الرواسب كلها تذهب، لا يبقى رواسب في الجسم يعني إذا كان يصوم الإنسان اثنين وخميس. وكذلك الشهوة تبقى متزنة يعني فيها اتزان يعني. أما إذا كان دائما لا يصوم نهائيا ربما الأمراض تكثر والشهوة تزداد، والبعد عن العلم والبعد عن التقوى والإيمان ربما يقل يعني. ذلك يعني لا حتى لو يوم واحد يعني، لو صام الواحد في يوم الاثنين أو الخميس يعني لو بالأسبوع يوم واحد جيد يعني. نعم. وعن أبي ربيعي حنظلة بن ربيع الأسيدي، نعم. الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين، رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه مسلم. قوله ربعي بكسر الراء والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء مكسورة مشددة. وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين، أي عالجنا ولا عبنا والضيعات المعايش. نعم. بعض الخطباء يعني يقول يعني عن سيدنا حنظلة: نافق حنظلة، ثم يقول: نافق أبا بكر أو أبو بكر. يقول: هذا من أين أتيت بهذا نافق أبو بكر؟ لا يوجد في الحديث يعني، هو استنتج هكذا وحده يعني. أنت تتهم الصديق بالنفاق، هذا خطأ يعني. تقول نافق حنظلة، ولكن سيدنا أبو بكر يعني لم يقل هذا، لم يقل نافق أبو بكر يعني. من أين أتيت بهذا يعني؟ كيف أنت استنتجت يعني؟ وهذا دليل أن الصحابة كانوا سبحان الله يعني عندهم صراحة واضحة جدا. مسألة الرياء هذه لا يعرفونها. تلاحظ أنا كيف أنا عند النبي أشعر بأنني في الجنة وعندما أخرج، فصريح جدا يعني.
لم يكن كما الآن بعض الناس يعني يظهر شيئا ويبطل شيئا، صريح جدا يعني. وأيضا رضي الله تعالى عن سيدنا أبو بكر قال له أنا أجد مثل ذلك، لكن لم يقل نافقة. هذا نافقة هذه كلمة لم يقلها يعني، لكن كيف يستنتج ويقوله على المنبر؟ والله شيء عجيب يعني. نعم. وكذلك ساعة وساعة، بعضهم يعني كيف يفسر الساعة؟ يعني يفسر الساعة كأنه ساعة حلال ساعة حرام؟ لا، ساعة تقوم بالواجبات والطاعات، وساعة بالمباحات. يعني من قال لك تدخل في المكروهات والحرام؟ من أين أتيت بهذا يعني؟ ساعة وساعة، ساعة للطاعة وساعة في دائرة المباحات يعني، لا مانع من ذلك يعني. لكن لو طبقنا هذا، إذا عندك نصف الوقت في طاعة الله عز وجل، يعني تقريبا 12 ساعة هذا في طاعة الله، هذا ممتاز. والباقي في المباحات، نوم، طعام، شراب، كذا. هذا هكذا مفهوم الحديث. أما تدخل في المكروهات والمحرمات، من أين أتيت بهذا المعنى يعني؟ نعم.